السلام عليكم متابعي قناة سبور ماتش، مرحبا بكم في فيديو جديد. أنهى المنتخب التونسي مشاركته في مونديال قطر بفوز تاريخي على فرنسا 1-0، ورغم الانتصار فشل الزملاء المساكني في التأهل لثمن النهائي نظرا لفوز أستراليا على الدنمارك. بعثة المنتخب التونسي ستغادر الدوحة اليوم على الساعة 8 مساء بتوقيت تونس، والوصول لمطار تونس قرطاج سيكون في حدود الساعة 2 صباحا، فيما ستستأنف البطولة يوم 11 من شهر ديسمبر 2022. وهل كانت مباراة فرنسا آخر مباراة لجلال القادري؟ صرح الناخب الوطني جلال القادري قبل بداية المونديال أنه في حال عدم ترشح المنتخب التونسي للدور الثاني فإنه سينسحب من تدريب المنتخب التونسي. لكن في ندوة صحفية أخرى بعد مباراة فرنسا أكد جلال القادري أن مصيره بيد الجامعة التونسية لكرة القدم، ويمكن أن تنهي عقده في انتظار رد الجامعة بتجديد الثقة في جلال القادري أم لا. ما تنسوش تعطينا رأيكم في بقاء جلال القادري من عدمه، وديما نقدم لكم أخبار الكرة التونسية باختصار، لذا ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش توصلكم الأخبار الحصرية.